السلام عليكم، والآن مع تغطيتنا والجزء الثاني من تغطيتنا لمعرض جوانزو اوتوموتيف انترناشونال كار شو. المعرض الجبار اللي بنشوف فيه عربيات لأول مرة نشوفها في المحتوى العربي. المفروض ان ده الجناح ده بقى، يعني مبدئيا انا استغربت اودي وراها سيارات صيني، هنا استيلاتو، عربيات مختلفة الماركات. طب ده جناح ايه؟ ده يا جماعة جناح هواوي. وهواوي هنا مش شركة موبايلات بس، لا، دي شركة بتقدم أنظمة تشغيل وأنظمة أمان وحماية للسيارات في مختلف الماركات. شايفين انتوا النموذج ده؟ نموذج تحفة طبعا. خلونا نتصور. طيب، السيارات اللي هم بيقدموا لها أنظمة تحكم، مبدئيا هنا هنلاقي الأودي الاي 5 ال اللي هي السبورت باك. تمام، اهي دي امكانيات العربيه، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، اهي. تمام. طبعا تحفه وتصميمها جميل. كمان الاودي كيو 6 ال الايترون، طبعا كل دي كهرباء. تمام. بعد كده اللوبارد 8 صيني. كل ده يجتمع على ايه؟ هواوي اداس. وهنا الجي اي سي الاس 9. شوفوا انتوا المجسمات دي. ودي الام هيرو على فكره، شفناها احنا في مصر في حفله اطلاقها، هحاول انا افرجها لكم. كل السيارات دي بتكنولوجيا من هواوي او بالتعاون التكنولوجي مع هواوي. والجميل في الموضوع ان بقى فيه كميه براندات صيني خطيره جدا وكتيره جدا، لدرجه ان انت ما تقدرش تسيطر عليها كلها. دي الديبال. تمام. ودي الاستليتو. على فكره شفتها كتير العربيه دي هنا. شايفين المقعد هنا قد ايه، والشاشه الوسطيه بيشغل عليها فيلم وقاعد بيستريح اهو على الكرسي المساج. ثانك يو. شايفين بقى الصالون ورا شكله عامل ازاي؟ فخامه فخامه فخامه. وبعدين اقدر اقولها وبكل ثقه ان وجود السيارات الصيني اصبح اضافه للسوق العالمي ما كناش هنشوفها لو الصين ما كانتش دخلت مجال السيارات بالعملاقه دي. مقفوله العربيه. دي الهايب تك، دي تبع المجموعه جي اي سي الاي 800. احنا طبعا شفناها النهارده. قول لي بقى دي ايه؟ ليوكسيد ار 7. ليوكسيد ار 7 لونها تحفه. برضه توحش يا جماعه. اهي اسمها لوكسيد مش اكسيد، لوكسيد. ودي سايك اتش 5. شايفين الكاميرات اللي في كل حته. كمان نيسان في تعاون ما بينها وما بين هواوي. دي النيسان الان 1، عربيه سيدان تحفه. اتمنى ان احنا نشوفها في مصر قريب. اسمها تنة 380 في سي تيربو. ده جناح الماكسترو. ودي عربيه اسمها اس 800، حاطينها في مكان لوحدها دي. شايفين انتوا الفانوس هنا، الاضاءات الصغيره اللي فيه دي، الكريستالات دي. شايفين انتوا المقابض دي. واو واو على مستوى الفخامه. انت هنا تقريبا بتتكلم في رولز رويس الصين. شايفين شاشات العرض قد ايه جوه؟
طبعا الابواب شفت، خدتوا بالكم؟ يا لهوي، ايه يا عم المساحه دي؟ شايفين انتوا التحكمات هنا اتنين؟ موبايل تاني اهو. شايفين انتوا الكريستالات دي؟ المفاتيح هنا كريستال ماكسترو للفخامه عنوان. رولز رويس فعلا، يعني رولز رويس. شايفين انتوا هنا ده عزل علشان السواق ما يشوفش الناس اللي قاعده ورا. اه برضه الابواب شفت اهو، شايف؟ خدت بالك؟ طبعا كهرباء بما ان هي فيها الاضاءه الخضراء اللي احنا قلنا عليها دي. شايفين انتوا الخيال العلمي اللي ورا ده؟ فيديو سبيس هواوي ساوند، برضه بيتعامل مع هواوي. 他们是那天拿来的，没有线。啊， حتى جي 700 هنا برضه بالتعاون مع هواوي. دي تبع الشيري، العلامة دي كهرباء أكيد. طبعا التغطية بتاعت المعرض دي والعربيات اللي احنا بنشوفها دي إهداء لكل الناس اللي لسه بتقول لك أنا مركبش صيني. شكلك مش هتركب يا تعيس بسبب تمن الصيني، ان الصيني خلاص بقى خارج مقدرتنا على الشراء. تمام. طيب ودي سيارات ريوي ام 7 دي ام اتش. العربيه طبعا زي ما انتم شايفين لونين، بس طبعا شكلها باين قوي انها سيارات فخمه. الام 7 شايفين العربيه شكلها عامل ازاي؟ الظهر بتاعها مختلف، لو تلاحظ ظهرها شكله مختلف. ريوي ام 7 هم هنا عاملين لقاءات اهوت. تعالوا نتفرج عليها سريعا من الداخل. ظهرها شكله تصميمه غريب قوي، صح؟ دي الشاشة الوسطية. 好的，谢谢大家。 طبعا دي تبع السايك موتور. 正在为你规划全部开发。 تمام. خلونا ننتقل لهوندا. خلينا قاعدة نتنقل هنا من هنا لهنا كده بسرعة. دي هوندا الاس 7. تمام. شايفين هنا ما عادش فيه هنا مرايات جانبية، جاست كاميرا. تمام. كاوتش 265 45 21. يا لهوي. ايه رأيك في تصميم هوندا؟ نقدر نقول وبدون ما نكون بنجرح في حد، فالصينيين تميزوا في التصميمات حاليا، ولكن تصميم الواجهة دي عاجبني بصراحة، هجومي قوي. شايفين؟ هوندا كونكت 4.0. الخلفية بتاعتها برضو مميزة بصراحة يعني. طبعا واضح انها كهربائية. هوندا إليسون اتش اي في. فين العربيات دي؟ احنا ما بنشوفش العربيات دي ليه؟ احنا ما عندناش هوندا ولا ايه؟ ده قماش جلد. شايفين انتوا وحدة التحكم في التكييف والشاشة الوسطية. طبعا الباب هنا زي ما انتم شايفين جرار كهرباء، وكراسي هنا ورا اهو، 3 صفوف مقاعد. حلوة.
نتفرج هنا على الهوندا الانسباير. طبعا سيدان من الحجم الميد سايز. وده المحرك بتاعها. اظن ان هو هيبقى محرك 2000 تربو، يمكن اكتر كمان معرفش، بس هو في القيمه دي. وده وش العربيه، دي الانسباير السبورت تربو، ودي السيفيك السبورت تربو. شغل السبور اللي ورا. الهوندا سيفيك 26، ودي امكانياتها سريعا بطول 1500. السي ار في، الشنطة الخلفية بتاعتها شوفوا قد ايه عملاقة اهو. صديقنا الصيني دخل نام جوه. ودي الهوندا سي ار في من الداخل. الشاشة الوسطية صغيرة طبعا بالنسبة للشاشات اللي احنا بنشوفها دلوقتي حاليا، ولكن صالون رحب من الأمام ومن الخلف. ده شكل المقدمة بتاعتها. الشاشة شكله حلو وسريعا، دي إمكانياته تمام. طيب تعالوا بقى نتفرج على حبيبتنا بقى دي، الهوندا سيفيك تيوب ار، الإصدار الريسنج. يا لهوي الراجل ده محترم، الراجل ده محترم، الراجل ده محترم. اه هيفتح لنا الكبوت ونطلع بالعفريت. 我给你支招，给你支。我称一下这，我给你称。2.0T 的， يا نهار صور. 对，2.0T 的，Sprint， 7 ايه 2.0T。يو هاف سبيكس بروشور 是那个 بروشور 它拉口，对，就是这样。 مشكلة ان الصينيين خلين الشباب اللي واقفين في العرض مش بيتكلموا الا صيني، يعني مش بيتكلموا انجليزي، 变速箱。哦，بيتكلموا انجليزي، ودي مشكلة كبيرة قوي. المهم خلينا نتفرج عليها من الداخل ومن الاجناب. طبعا شايفين انتوا العتب الرياضي والسبويلر التحفة الفاجر ده اهو. يا لهوي شفت التلاتة مخرج عادم دول؟ مينفعش تدورها لنا يا ابني الله يكرمك. سمعنا صوتها. كاوتش الميشلان البايلوت سبورت. Can you turn it on? Turn it on? Yeah. Turn it on. ها نو نو نو. شايفين انتوا دي؟ تيوب ار، كراسي الطيارة. شفتوا انتوا الحتة اللي في النص هنا فيها 2 كاب هولدر ثابت، جديدة الحكاية دي. شفتوا انتوا الفرش الأحمر في الأرضية، ومانوال مانوال مانوال مانوال. حتة سبويلر. شايفين الايرفنتس وحقيقية. تيوب ار
ست غيار امامي اهو. بريك هولد ودرايف مود، وفي هنا الار بلس. خدت بالك انت من الار بلس دي؟ اظن بالتحفه دي نقدر ان احنا نقفل الفيديو بتاعنا ونصور صوره مع موتور القطه. لا مش قطه، دي فهد جبلي. المهم هحاول استكمل لكم باقي المعرض، تابعونا متروحش بعيد. حاول ان انت تدوس اعجاب، اكتب في التعليقات اكتر عربيه عجبتك، وما تنساش تشترك معانا. شرفني ان انت تكون عضو من اسره عشاق السيارات. اشوفكم باذن الله على خير في تغطيات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. السلام عليكم.